الى قرار من السيد النائب العام باستخراج الجثمان، وبالفعل حددنا اليوم اللي هو كان امبارح، واتجهنا الى مدينه بلبيس حيث دفن جثمان الدكتور ضياء العوضي. والحمد لله الامور كانت متيسره. طبعا النيابه العامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ولسه مكملين في قضيه الدكتور ضياء العوضي ان شاء الله لحد ما الحقيقه تبان. النهارده جايب لكم اخر التقارير واخر حاجه حصلت طبعا بعد استخراج جثمان الدكتور ضياء العوضي. هنسمع المحامي بتاع الدكتور ضياء هيقول ايه بالظبط عشان نبقى عارفين الكلام الصح، ما نقعدش نسمع من هنا ومن هنا ومن هنا. وكمان جايب لكم شويه فيديوهات بتاكد كلام دكتور ضياء العوضي في كل حاجه هو قالها. خليكم معايا، تعالوا الاول نسمع المحامي وبعد كده نشوف كلام دكتور ضياء. يلا بينا. صباح الخير، جمعة مباركة عليكم. انا بس حبيت النهارده ان انا اطلع بس عشان ارد على بعض التعليقات السخيفة وبعض الاقاويل المنتشرة الغير دقيقة بالمرة، وعلشان انا كنت شاهد عيان على اللي حصل، فانا حبيت ان انا اقول لكم اللي حصل بالظبط. اولا احنا طبعا بناء على الطلب المقدم منا للسيد النائب العام تم التحقيق في الامر لمدة يومين متتاليين. يعني عايز اقول لك لدرجة ان فعلا يعني ما كناش بننام. يعني انا اشفقت حتى على السيد المحقق ان هو كان بيروح الساعة 5 الفجر ويرجع تاني الساعة 10 المكتب، وده طبعا بالتبعية كنا زي احنا برضه نفس الكلام. المهم بعد انتهاء التحقيقات وكان في دايرة شك انتهى الامر الى قرار من السيد النائب العام باستخراج الجثمان، وبالفعل حددنا اليوم اللي هو كان امبارح، واتجهنا الى مدينه بلبيس حيث دفن جثمان الدكتور ضياء العوضي. والحمد لله الامور كانت متيسره. طبعا النيابه العامه انا بشكرها والله بجد بشكرها، لان هم تعبوا معانا جدا 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 جدا، وكان عندهم تعاون غريب. يعني كنت حاسس ان هم بيدوروا على كأنهم بيدوروا على اخ ليهم، على صديق، على لا الموضوع ما كانش زي ما هو انتوا بتقولوا بقى ان هيبقى فيه طرمخه وهيبقى فيه. لا خالص خالص خالص. الناس بتتعاون والناس مقدره والناس بتبحث والناس هي اللي سعت لده. عامه انا بس حبيت اقول كده عشان الناس تفهم. اتجهنا الى مقابر بوجود طبيب شرعي، كان موجود رئيس نيابه ومدير النيابه وطبعا بعض الخدمات الداخليه، بس دول طبعا كانوا للتامين فقط. وكنت موجود انا وزوجته، وكان موجود اللحاد. المهم تم استخراج الجثمان واخذ عينه من التربه مكان الدفن، وعينه من التربه نفسها. طبعا العينه اللي بتبقى تحت الجثمان دي علشان لو كان في سموم او اي حاجه بتتصرف، فالجثمان بينزلها بيبقى في التربه يعني. وده طبعا شيء طبي بحت يعني. المهم تم استخراج جثمان وتم تشريحه على المقابر، وتم دفنه مره اخرى. عشان بس الناس اللي بتقول اصله مش هو، اصل اتاخده ازاي، اصل انا واثق ثقه عمياء من الاهتمام اللي شفته، من المعامله ومن حرصهم الشديد. على فكره ما كانش حد قال لهم طلعوا الجثمان. يعني انا لما حتى طلبت في طلبي ما قلتش والله لازم تطلعوا الجثمان او ما قدمتش طلب باستخراج الجثمان، لان انا من الناس اللي ما كنتش حابب ان انا اتطرق لفكره ان يكون في استخراج للجثمان اصلا، علشان دكتور ضياء رحمه الله عليه. انا مش عايز حبيبي يعني ربنا يرحمه يا رب ويغفر له، مش عايزه يبقى يتعذب. اي نعم انا عارف ان ده مجرد جسد والروح خلاص فاضت الى بارئها، الموضوع انتهى، بس يعني احنا شويه يعني في شويه انسانيات، في شويه طيبه، في شويه حاجات كده احنا بنبقى قلبنا يعني. المهم احنا لما قدمنا الطلب زي ما قلت ماشي، قلنا احنا شكوكنا 1 2 3 4 5 6 وطلباتنا من ضمن الطلبات
تمام، اللي هي كانت تفريغ الكاميرات وكان الاستعلام من صوره رسميه من دوله الامارات على التحقيقات اللي اجرت وي. وبصراحه انا شفت يعني تعامل من النيابه العامه في مكتب النائب العام غريب. يعني انا بشكره بجد فعلا، انا بشكرهم. الناس هم اللي طلبوا منا ان احنا نروح نستخرج الجثمان. يعني هم قالوا احنا هنستخرج الجثمان علشان نتاكد لو عندنا اي شكوك، تمام، فاحنا عايزين نقطع الشك باليقين. وبالفعل الحمد لله رحنا وعملنا الاستخراج، وكل حاجه كانت على اكمل وجه. فانا حابب اقول لكم واطمنكم اني كمحامي اولا، وكصديق دكتور ضياء ثانيا، يهمني ان انا اعرف الحقيقه جدا، انا متاكد ان هيكون في نزاع، متاكد لو ليه حق هيجي. فادعوا له بالرحمه والمغفره، واعذروني على الاطاله، ولكن انا حبيت يعني اشيل اللبس اللي حصل عندكم، ومتشكر جدا ليكم. السلام عليكم. وزي ما شفنا محامي دكتور ضياء، طبعا بنشكره وبنشكر زوجته، وطبعا بنقدم لهم العزاء والبقاء لله، وربنا يصبركم على فقدان دكتور ضياء. احنا يهمنا الاهتمام طبعا، واحنا عندنا ثقة كبيرة جدا في القضاء المصري وفي الطب الشرعي المصري، وان شاء الله لو في اي حاجة ان شاء الله هتظهر. بس احنا برضو على دراية ان دكتور ضياء كان ماشي صح وعلى علمه، والراجل ده كان فاهم هو بيقول ايه. جسم الانسان ربنا خلقنا ان الجسم هيقدر يعالج نفسه بنفسه، والكلام ده مش الدكتور ضياء بس اللي قاله، ده كمان في ناس تانية قالته وانا هعرضها لكم دلوقتي. كلام مهم جدا. وطبعا بعد وفاة برضو دكتور ضياء في حاجات بدأت تظهر في محلات الفراخ، وفي فضايح لمحلات الفراخ والمجازر بتاعت الفراخ بدأت تطلع. تعالوا نشوف فيديو صغير كده عن ضبط 10 أطنان من الفراخ الميتة اللي كانت هتتوزع على أسواق الفيوم. فتعالوا مع بعض هنتفرج على الفيديو، عشان ما تقولوش برضو ده كلام أنا. هنتفرج على الفيديو، أنا كل حاجة بجيبها لكم بالدليل. الرقابة التجارية بالاشتراك مع إدارة تموين مركز تاني تتمكن من ضبط فراخ نافقة ومريضة قبل وصولها لأحد المصانع، في إطار توجيهات السيد وكيل وزارة التموين بالتعاون المشترك بين الإدارتين وتحقيق الشكوى، وتم ضبط المخالفات وجاري العرض على النيابة. الكمية المضبوطة وقدرها 10 طن فراخ نافقة غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كمية بقى. طبعا دي جريمة لازم يتعاقبوا عليها، واتمنى لا يكون الاعدام. احنا اللي يعمل حاجة زي كده في بني ادمين، زي ما انتم شايفين العربية مليانة فراخ ميتة بيوزعوها على اساس ان هي مجمدة، ويدبحوها في المجازر ويوزعوها على الناس، والناس تاكل، وبعد كده نقول الامراض جات لنا منين. هو ده اللي الدكتور ضياء بيقول عليه. يا ناس يا متعلمين يا اللي فاهمين، تعالوا معانا مع بعض نشوف كمان في اماكن المزارع بتاعه الكتاكيت وبتاعه الدواجن بيعملوا فيها ايه وبيحقنوا فيها ايه، واللي يقدر يقول لي ده ايه يفيدني ويكتب لي في الكومنتات. لان انا اللي انا شايفه ان هم بيحقنوا الفراخ او بيحقنوا الكتاكيت. بيحقنوها ايه الله اعلم. زي ما انتم شايفين دي مزارع بره تقدم هذه الآلات بإعطاء صغار الدجاج لقاح بهرمونات للتكبير، بحيث لا تقل الدجاجة عن كيلو جرام ولا تزيد عن كيلو 300 جرام، ويتم تصديرها إلى البلاد العربية بصيغة الدجاج المجمد. هو ده في حد ذاته بتاع بره، دي مصانع بره اللي بيجيبوا لنا وبيستوردوا لنا الفراخ المجمدة اللي احنا بناكلها برضو، وبنرجع نقول الأمراض جات لنا منين. وزي ما انتم شايفين كده طبعا ده بقى في المزارع المصرية، او ما اعرفش هي فين بصراحة، بس برضو حقن للكتاكيت. ده مكان وده مكان تاني
زي ما انتم شايفين. دي حقن ايه الله اعلم، ده اللي احنا شايفينه، وده اللي احنا او دكتور ضياء العوضي الله يرحمه كان بيقول لنا عليه. تعالى كمان نسمع واحد كان شغال عند واحد بتاع فراخ او مجزر بتاع فراخ. ورحمة الله وبركاته. أنا صنايعي فراخ، قعدت عمري كله شغال في الفراخ، يعني أيام التجار المحترمين. إحنا دلوقتي في زمن الناس بتاكل بعضها، بمعنى أنا سبت الشغل الفراخ وحلفت عليه يمين بالله ما هنزل أي محل فراخ أشتغل فيه تاني، من أجل إن دلوقتي التقطيع بيبقى فراخ ميتة. ركزوا، التقطيع فراخ ميتة، التقطيع فراخ ميتة. معنى كلمة تقطيع وراك، صدور، بانيه، معرفش ده انا هروح اجيب طلب وتذبح لي الفرخه لحد ما اجيلك. ده غلط، ما تديش الانسان بتاع الفراخ امان، من اجل ان هو بيبقى فيه فراخ ميته جوه عنده، تمام، وبيبدل لك فرخه بفرخه يعني. فخدي بالك، انت بتقول هيذبح، ده بيذبحها قدامي، لا هو حضرتك بيقلب السكينه عادي خالص، وبيرميها في الجرده الضلمه، فهي من الضلمه بتفضل تخبط، فانت فاكراها كده بتفرفر. لكن تجار الفراخ جميعا، تجار الفراخ جميعا اللي في مصر، جمهوريه مصر العربيه جميعا الا من رحم ربي، بيبيعوا الفراخ التقطيع ميته، بيبيعوا البانيه ميت، الاجنحه ميته، الوراك ميته. فخدوا بالكم، ما تحاولوش تشتروا حاجه وراك، صدور، اجنحه، دبابيس، كل ده بتبقى فراخ ميته يا جماعه، تمام، الا من رحم ربي. خدوا بالكم من الموضوع دوت. وكمان ربنا حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير، فالناس دلوقتي بيأكلوها لنا من اجل الفلوس. الفرخه اللي بتموت عندهم في قلب القفاصه، تمام كده، لا مؤاخذه، بخساره ارمي فرخه 2 كيلو وتخسر مني، وعلى ايه؟ بيقطعها وبيدخلها بانيه وبيدخلها صدور وبيدخلها الكلام ده. خدوا بالكم يا شعب مصر، اقسم بالله لازم تشيروا الفيديو ده، لازم تشيروا الفيديو ده، لازم تشيروا الفيديو ده بجد. بجد الناس بتاكل فراخ ميته، الناس بتاكل فراخ ميته يا جماعه، التقطيع، الوراك، الصدور، البانيه، الدبابيس، كل ده ميته. فخدوا بالكم، محدش ياكل فراخ ميته يا جدعان، محدش ياكل اي فراخ. يا ريت لو هنجيب فراخ نذبحها احنا في بيتنا كمان، ولو مش هنذبحها في بيتنا نقف على ايد اللي بيذبحها ونشوفه بيذبحها، تمام. انا قلت اقول اللي عندي عشان ابقى انا كده خلصت تعبيري قدام ربنا، وانسكت على الحق شيطان اخرس، وبتكلم في الباطل شيطان متكلم. فانا حبيت اقول لكم الحق فين والصح فين. انا كنت صنايعي فراخ وشفت كل حاجه، وحلفت بالله العظيم ما يلزمني ان انا اشتغل تاني في محلات فراخ. فتاكدوا ان اللي انتوا بتاكلوه دي فراخ ميته. السلام عليكم. وزي ما احنا شفنا شهادة الراجل دوت طبعا على محلات الفراخ. تعالوا كمان نسمع كلام دكتور مصطفى محمود من 30 سنة. من 30 سنة كان برضو بيقول نفس كلام دكتور ضياء العوضي، اللي سمعنا ناس كتير قوي قالت نفس كلام دكتور ضياء العوضي من جميع انحاء العالم وبقالهم سنين. فده معناه ان دكتور ضياء العوضي كان صح، حتى لو مش 100% فهو هيبقى 95% كلامه صح. هو كان بيمنعنا عن الاكل اللي مرشوش او المحقون او حاجات من هذا القبيل. طبعا تعالوا معانا مع بعض نسمع الدكتور مصطفى محمود، طبعا كلنا عارفين هو مين.
تعالوا كمان نشوف كلام دكتور تاني اجنبي مش مصري ولا عربي، برضو هيعتبر نفس الكلام، لان هو هيكون الداء في الاكل الزيادة او في الاكل المفرط، وهيكون الدواء في قلة الاكل او الصيام، مش هيكون في العلاج. فده برضو كلام تاني بيدل على كلام دكتور ضياء العوضي ان هو صح، ان العلاج بيضر اكتر من نفع. There is absolutely no doubt that what doctors learn in medical school is wrong. We are told, and I know because I was told, that diabetes is a chronic, progressive, unrelenting disease that never gets better, and that you will need medication, whether it be insulin or oral hypoglycemics or whatever, for the rest of your life. Garbage. Total, complete trash. Now, Virta Health, numerous other studies of various diets show that you can absolutely reverse type 2 diabetes. In order to do so, you have to get the pancreas to make insulin properly. And the only way to do that is to get the liver to respond to insulin properly. One way is to not challenge the liver. Give the liver a rest. Well, it's metabolizing all that refined carbohydrate and sugar. Drop the refined carbohydrate and sugar and make your liver work better. A little keto? So, a ketogenic diet's the extreme version of this. It's not the only way, but it is a way. Paleo diet is another version. Fasting? Intermittent fasting will give your liver a chance to burn off the fat that's accumulated over the last 16 hours. There are many ways to skin this cat. وزي ما دكتور ضياء العوضي قال الصيام هو الحل، برضو دكتور اجنبي بيقول لك سيمنح الصيام المتقطع كبدك فرصة لحرق الدهون المتراكمة. تعالوا كمان نشوف لقاء جديد ما شفناهوش قبل كده لدكتور زياد، وهو بيشرح ازاي او ايه اللي العرب هيستفادوه ومصر هتستفاده لما يحصل التجارة ديت. الفيديو ده هيكون مهم جدا في الكلام اللي جاي. احنا جايين النهارده عشان نحاول نقدم حاجه تضيف للسوق المصري بمنتجات جديده وافكار جديده فيها حلول للمشاكل اللي موجوده في سوق مصر. عشان ننزل سوق مصري لازم ننزل بحاجه جديده، مش معنى جديد ان يكون جديد وخلاص، لكن لازم يكون بتقدم حل. الحل مع ده ان انا ادفع المربي او المنتج للامام، حاجه تكون فيها اضافه، سواء تضيف الانتاج بتاعه، تضيف لربحيته، تضيف تنمي العمل بتاعه بشكل عام، يعني بشكل النشاط بتاعه، تنمي النشاط بتاعه من خلال حاجه من حاجتين: حلول لمشاكل عنده او حاجات تزود الانتاج عنده. حاليا في العصر بتاعنا ده المشاكل الاساسيه هي مشكله ان انا احاول اقلل التكلفه وفي نفس الوقت احسن الانتاج. يعني هي اللي هو الطب البيطري طب اقتصادي بشكل عام، فانا عشان انا اقدم حاجه لازم اقدم حاجه تقلل تكلفه الانتاج وتحسن الانتاج في نفس الوقت. وده الترند اللي ماشي في العالم، ان انا اجيب دايما منتجات تساعد المربي او المنتج ان هو يريديوس الكوست او يقلل التكلفه بتاعته، وهو عشان يكسب. الناس دي فاتحه كلها عشان تكسب، فلازم انا بدوري هنا ان انا احسن اقتصاديات الانتاج بتاعه من خلال منتجات جديده تضيف وزي ما شفنا اكيد دلوقتي برضو احنا بنحاول نوضح الفكره، وطبعا الكلمه الاخيره هتكون في ايد القضاء المصري العادل اللي هيقول كلمته النهائيه. هل دكتور ضياء العوضي تم اغتياله او هل توفى طبيعي؟ فان شاء الله مستنيين الجديد. شكرا لكم، السلام عليكم.